مساء الخير، أو يمكن مساء الحكايات اللي لسه ساكنة في بيوت كتير. أنا مروة، ومن شباك قديم. هاتوا معاكم كوباية الشاي وافتحوا معايا شباك الليلة، وتعالوا نشوف ايه اللي مستنينا وراه. حكاية، ذكرى، ولا يمكن صورة قديمة لعريس وعروسة لسه واقفة ببرواز فوق الدولاب من سنين. يلا بينا نفتح الشباك. زمان كان في جوازات بدأت بكلمتين ونظرة خجل وكوباية شربات. كان ممكن بنت تشوف عريسها لأول مرة وسط أهلها، كان ممكن شاب يعرف اسم البنت اللي هتبقى شريكة عمره من والدته أو أخته، أو جارة قالت في بنت ناس. كان في ستات شغلتهم إنهم يجمعوا بين القلوب، الخطبة اللي كانت تعرف أنساب الناس وأصلهم وسيرتهم، رغم إن الناس دي كانت أوقات ما تعرفش حاجة عن بعض، إلا إن بيوت كتير منهم عاشت العمر كله. وساعات لما نسأل حد من الجيل ده هو انتوا حبيتوا بعض امتى، يبتسم ويقول حبينا بعض بالعشرة. العشرة الكلمة اللي بقت غريبة شوية دلوقتي، لأن زمان الحب ما كانش دايما البداية، لكن أوقات كتير كان هو نتيجة سنين ومواقف وتعب وفرح، وأول طفل وأول مشكلة وأول مرض، وأول مرة حد فيهم يحس إن عنده سند. وربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الجواز قال بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. ما قالش حب وبس، المودة ورحمة وسكينة. يمكن لأن الحب لوحده ساعات يضعف، لكن الرحمة بتسند، والمودة بتكمل، والسكينة بتخلي البيت بيت. مين؟ الخطبة والدلع يا عارف يا منى سنايله، والدلع يا عارف يا منى سنايله، والدلع يا عارف وعروستك زمان كان ممكن الزوجين يختلفوا ويزعلوا ويتخانقوا كمان، لكن البيوت كان ليها باب وأسرار، الأولاد حتى ما يعرفوش عنها حاجة، ولا الجيران ولا أهلهم ولا الدنيا كلها تعرف حاجة. كانوا بيقولوا البيوت أسرار. لكن دلوقتي الخلافات كلها بقت تخرج برا البيت في بوست أو ستوري أو رسالة، وكأن الناس كلها بقت طرف في الحكاية. زمان كانوا يقولوا هنعدي الأزمة، دلوقتي بقينا نسمع أكتر مش قادرين نكمل. يمكن لأن الحياة بقت أسرع، ويمكن لأن الضغوطات بقت أكتر، ويمكن لأننا بقينا ننسى إن الجواز مش صورة حلوة ولا خروجة ولا فرح. الجواز هو إنك كل يوم تختار نفس الشخص من جديد وتقول أنا لسه هنا. نورت بيتك يا أميرة. بس مش أميرة، اسمي سميرة. سميرتي وأميرتي. وانتي جوهرة، جوهرة غالية اتمنيتها والمولى قسم لي بيها، وهو اللي هيقدرني أسعدها وحافظ عليها. البيت ده بيتك وانا فيه ضيف، وأوعدك عمري ما هبقى ضيف تقيل. وطبعا مش معنى كلامي إن زمان كان كله جميل،
ولا إن دلوقتي كله وحش. لأ، كان في بيوت اتوجعت زمان وفي بيوت جميلة جدا دلوقتي، لكن يمكن الفرق الحقيقي إن زمان كان الناس بتسأل إزاي نحافظ على البيت، لكن دلوقتي بقينا نسأل أنا مرتاحة ولا لأ. والبيت محتاج الاتنين، محتاج الحب والراحة والصبر والرحمة. وقبل ما نقفل شباك الليلة عايزة أسألكم سؤال، في رأيكم إيه السر اللي خلى جوازات كتير زمان تعيش العمر كله؟ الحب، العشرة، ولا الصبر، ولا إن الناس كانت فاهمة معنى كلمة مودة ورحمة؟ احكولي، يمكن من وسط حكاياتكم نلاقي إجابة إحنا كلنا بندور عليها. على فكرة، نعم. حضرتك تعرف اسمي؟ اسم حضرتك؟ لا، ما تشرفتش. حضرتك جاي تخطب واحدة لا تعرف اسمها ولا عمرك شفتها، بذمتك ده اسمه كلام؟ يعني يا بنت انا كنت شفت ابوكي قبل ما يتجوزني، ولا حتى كان يعرف اسمي قبل ما يخطبني؟ زمانك غير زمان يا ماما. يوم الخميس الجاي إن شاء الله نقروا فتحتكم على بنات عمكم. مبروك. بقول ايه يا عمي؟ مش ممكن نشوف العرايس؟ هتقول ايه ها؟ الشرع بيقول كده. اخرس يا قليل الحياة. طيب اقول لحضرتك حاجة، ممكن نشوف صورهم؟ اخرس يا قليل الحياة، واحنا عندنا بنات تتصور؟ وفي آخر الحكاية يمكن الزمن بيتغير والناس كمان بتتغير، لكن أي بيت يدخله الحب والرحمة هيفضل دافي وهادي حتى لو مرت عليه سنين طويلة. كنت معاكم مروة حامد ومن شباك قديم، وخليكم دايما فاكرين إن أجمل العلاقات مش اللي بدأت بحكاية كبيرة، لكن اللي عرفت كل يوم تخلق حكاية جديدة. تصبحوا على دفا البيوت وعلى ناس لسه مؤمنة بالمودة والرحمة. قوليلي، هي العروسة شكلها ايه؟ سمرة. وشعرها؟ اسود. وعينيها لونها ايه؟